بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا بدنا من الزمن ورجعنا الإشارات. هذه الإشارة عليها مطبوع كالخاتم أول شيء، والطبع هذه تمثل مغارة. يقول هذا الناحية أن في المغارة شيء، ولكن الله أعلم. ومثلنا هذا المكان بنحت صغير، وقال إن الهدف موجود متوقع ربما تحته. هذه المكان الطبع بحثت تحته، قمت في الحفر في التحت نازل، ولم أثر إلا تراب أبيض، ولكن إن شاء الله نواصل الحفر. وهذه أيضا من العماريات أو الإشارات. الفحم يوضع في المكان عمارية، المكان خارج الدفين أو فوقه أو قريب منه، لأن الفحم طبيعته ما ينتهيش مع الزمن، يجلس فترة. هذا المكان المصاحب كله بالمؤخرة كله فحم موجود. شاهد هذا فحم من حق الأخشاب، ما ينتهيش مع الزمن، يعني يجلس فترة الأمارية حتى يرجع في المكان يبحث إلا الفحم موجود. رفق الإشارة لم تخطر على بالك، هذه إشارة كمطحنة أو شيء يطحنوا عليها، بس كسروها هني ونطلعوها من بين المدفن هذا، ونقولوا إنها آدية، وهي عبارة عن تمثل المكان اللي موجودين فيه. شوف هات البقعة اللي احنا فيها عبارة كذلك المطحنة. هذا الدفين حقنا هني، أنا اللي الآن فيها الدفين. هذه عبارة عن إشارة ومن أسهل الإشارات، لكن بعض الناس يتجاهلوها. تابع معي. شوف وضع المكان كذا، وفيه ذوقي. هذه هو الدفين هم إن شاء الله. وهذه البقعة أو رصها والله. بعض الباحثين يبحثوا في داخل المباني وخارجيها.